صاحب السمو الملكي سمو الأمير محمد بن سلمان، فلتسمح لي أن أوجه إلى سموك رسالة قصيرة. سموك حقق معجزة بكل المقاييس في المملكة العربية السعودية. حضورك القوي وقوة شخصيتك وروعة إنجازاتك أعجب بها العالم كله. Courage, the political courage that you've shown so far, because as Winston Churchill said, courage is the most important virtue. And I think this country is lucky in having a leader with courage. You should be so proud. إيه سبب الكلام ده؟ سبب الكلام ده الحملات المسعورة ضد سموك، حملات ممتلئة كراهية وحسد، وما يعرفوش إن مبدأ سموك إن الخوف من الفشل هو أسوأ أنواع الفشل. عهد سموك شهد طفرة غير مسبوقة في جميع المجالات. الطفرة دي بتفكرني بالثورة الصناعية اللي حصلت في أوروبا في منتصف القرن الثامن عشر، واللي بدأت في بريطانيا وابتدت تنتشر في أوروبا كلها. ومن الواضح إن سموك عايز يطبق نفس التجربة في منطقة الشرق الأوسط. الشرارة الأولى تبدأ من المملكة العربية السعودية وتنتشر في جميع البلدان المجاورة. أنا أعتقد أن أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط. المملكة العربية السعودية في ال5 سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما. البحرين سوف تكون مختلفة تماما، الكويت، الإمارات، عمان، لبنان، الأردن، مصر، العراق والفرص التي لديها. إذا نجحنا في ال5 سنوات القادمة سوف تلتحق فينا دول أكثر، وسوف تكون النهضة القادمة في العالم في 30 سنة القادمة في الشرق الأوسط إن شاء الله. الفرق بين الثورة الصناعية اللي حصلت في أوروبا وبين الإنجازات اللي سموك حققها في فترة قصيرة جدا هو إن سموك بيتحرك لقدام بسرعة تفوق سرعة الضوء. الحرب ضد سموك هتستمر وهتكون أكثر شراسة من الحاسدين والحاقدين والطامعين في السلطة، من التقدميين والبعثيين واليساريين والناصريين والإخوان، جيوش تعمل لتخريب الأوطان. لكن أنا مش خايف على سموك، لأن في ظهرك شعب